هذه الصلة اللي ذنبت فضلها وذنبت مزيتها وذنبت حاجتنا احنا لها. كاسر من الناس ما يهتم بقراية أحكامها، وهي القراية هي أول كل شيء. والشخص ما يقدر يبدأ العمل ينقال له شغل الكمبيوتر واشتغل انت ما تعرفه ما قد قريته. لا بد من حد يقرأ أولا. الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. معناها العلم قبل العمل. أعرف أولا أن الله يتعدل شنو هو حد أنك تطبق ذاك كل لا بدأت مباشرة وما لك تقد تخسر قاعد برا من مفتاح على جهة خاسر. ثم تعرف حد ما يعرف السياقة إلى قدلوته برا من المفتاح وتم كاردو ما له لا يحرقني ما قاعد ها والله استوش ها وهكذا. إذن هذه الأمور لا بد أن حد يتعلمها قبل يدخلها. والصلة عدلها مولانا إجماع الأمور الخير كاملة، معناها جامعة التكاليف كاملة. اللي نحن قلنا عنك أنت 3 عناصر: عقلك وروحك وبدنك كاملة يشتغل في الصلة. وهي هذه عناصرها الكبار 3: واحد منهم أعمال البدن، وواحد أعمال اللسان، وواحد أعمال القلب اللي تشمل أعمال الروح. إذا ذيك 3 عناصر. واحد أعمال الله يشوفوها ماجهة ذيك أعمال البدن، وواحد أعمال الله يسمعوها ذيك أعمال اللسان، وواحد أعمال في القلب الصلب والروح باطنة تشاف لا آثارها غير من في السماء تشاف. ذي الأعمال البدنية هي الأولى اللي ينسبقوا فيها. أعمال البدن فيها 4 أنواع. نعم تتكرر به اللي قاعد صلب النفس تتكرر. حتى لو قلنا ركعة كاملة مثلا أنتم إذا قرأتوا في الفقه لا يعدوا لك القيام ويعدوا لك الركوع ويعدوا لك الرفع منه ركن آخر، ويعدوا لك السجود والرفع منه اللي هو الجلوس، ويعدوا لك السجدة الأخرى من ركن. حقيقة هذا تكرار به اللي حتى ما يعدوا الركعة المتوالية والركعة المتوالية ذيك والركعة المتوالية ذيك العدد 4 ركعات. معناها نحن كافينا الاقتصار على الجنس. راه ذاك الجنس يقدر يعود متكرر في الصلاة. كيف لا قلنا القيام ذاك جنس من أفعال الصلاة وهو فعلا يتكرر في كل ركعة. والركوع وذاك جنس غير ما يتكرر في كل ركعة، لا في كل ركعة مرة واحدة غير يتكرر في الصلاة. ولا قلنا السجود هذا جنس ويتكرر فعلا في كل ركعة ويتكرر من اللي في الصلاة. والجلوس كذلك خارج من الركعات اللي يتكرر فيها كيف العاد وراحة التشهد، وخارج اللي ما يتكرر فيها كيف العاد الركعة الأولى اللي مثلا فيها إلا الجلوس بين السجدتين. إذن هذا 4 أفعال. أرقبهم وطولهم شين قالوا القيام، واخفضهم شين قالوا السجود، وبيناتهم الركوع والجلوس. ولذلك منين يذكر مولانا لا يمدح عبيده بالصلة يذكر ذاك أرقبهم اللي هو القيام، واخفضهم اللي هو السجود، وابدأ بالسجود به اللي أفضل. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا ذاك الطرف أقضى أطراف الصلاة الفعلية هو السجود، وقياما ذاك هو أرفعهم. وابدأ بالسجود به اللي أفضل، ودخل بيناتهم الركوع والجلوس. وشي منين جابوا أطراف الاثنين راهم جاب به اللي بيناتهم داخل. هذا الأركان أول واحد منهم القيام. والقيام المقصود به الانتصاب لأن تعود الأعضاء كاملة واقفة على حالته. يعود هذا لفلك كل واحدة منهم قابضة بلده. يعود الإنسان واقف معتدلة قامته معتدلة على قد قامته الطبيعية، ما هو يقصر من حالته كيف لا بعد كراي حتى لا يقصر من حالته. ويعود قاعد يتوازن تمارك عارفين أنا رقاش قارب كراي حتى ما تلم توازن بين اللي منين يكوت ما رقاش شوي والله يهزه يشي طايح. بينما منين يعود واقف على كراي في بلدهم بيناتهم فجاج قد فجاج تمناكبه لا يجي متناظر إلى عجل حد اللي قد يذبد. وهذا القيام يقتضي استقرار. كيف كل ركن من هذه الأركان الفعلية مع الشيء قالوا الطمأنينة هي الاستقرار مع الاعتدال معناها التوازن فيه. معناها عن القيام منه عن حد يرشق رقبته ما يثنيها بالحال ولا يعوج راسه ولا جهه اللي ذا قيام ناقص. تشوفوا واحدين في الصلاة مالكم عادين الحال ذا قيام ناقص كيف ذاك اللي عدلوا على شيء آخر. تشوفوا واحدين منكسين بالحال ذاك ما هو صالح ذاك ما هو قيام تام.
القيام لابد أن يعود الشخص فيه يعود منتصب. وطريقة ذاك كل شخص رقبته طول فلكها قد 4 أصبع له هو، من يدير 4 أصبع عبد الحال مع عنده منحره لين لحيته ذاك هو قد طول رقبته المعتدل. هذا هو قد طول رقبته المعتدل. وهذا القيام طبعا لا يتكرر في الصلاة، وهو بحسب ذاك اللي ينقال فيه، مثلا ذاك القدر اللي منه فيه تكبيرة الإحرام، وذاك القدر اللي فيه الفاتحة لا يعود واجب، وذاك القدر اللي فيه السورة لا يعود زيادة، لذاك استمرار في الواجب غير هو في الواقع ما هو ركن به اللي ذاك اللي ينقال فيه ما هو ركن. والرفع من الركوع ذاك اللي يحصل به أوله إلى يستوي الإنسان قائم واجب، والزيادة في ذاك اللي يوفي حد ذكر اللي سنة لا يعود سنة. وهكذا غير ذي الأركان يعود أصلها الوجوب، أراه الزيادة فيها والاستمرار فيها الخيار، من أن تعود معك عجلان وفي الأذكار كاملة على حالته، ومن أن تعود عجلان أراه هو الفرض أحصل بحصولها هي. وهكذا أنت إلى سجد أرانك أديت الواجب من أن تسبح هذه التسبيحات يغير مع ذاك مندوب لك سنة لك عودانك تدعو وتطول إلى أن تخشى. إذا ذيك زيادة في الفرض هي عند الملانة في الميزان اللي مكتوبة في الفرض أرانك زدت فرضك، وهي في الواقع ما يواجب اللي أنت ما هي محددة بالضبط. نحن ما نقول لك تعطي أثل الدقائق أنت ساهد، ولا تعطي دقيقة أنت ساهد، ولا أثل الثواني، ولا ذاك ما محدد لك فيش. جميع قال السجود يسوى طالب يسوى قصر هو الفرض. وهذا من لطف مولانا ورحمته وعودانه وما عدل. الناس كاملة عندها درجة واحدة، ما الخالق اللي يوسع ظهره وخالق اللي ما يقدر يطول في هيئة معينة، قاوة تازميت ما يقدر يطول في السجود، ولا نابته نفطه، ولا اللي كيف هذا النوع. عدل مولانا ذي الفرائض أصلها هو الفرض، واللي زايد على ذاك تنافسوا الناس فيه في القرب، كل حد بحسب اللي أعطاه مولانا من خير، وبحسب حرصه هو على التنافس شور مولانا. إذن هذا هو الواجب الأول إن قالوا القيام. الواجب الأول من هذه الأركان الفعلية هو إن قالوا القيام، دي صورته عن الشخص يعود معتدل، ويعود كرعيه الاثنين رافدين بدنه بالتساوي، ما يعود مايل على واحد منهم على الآخر، ما يعود ثاني ركبته، ويعودوا متناظرين، ما يعود مقدم واحد منهم على الآخر، لذلك يقتضي عدم التوازن. وذاك اللي يقولوا الكاراتيه عن لا بد من الشخص في الثبات ويعودوا متفاضلين كرعيه، ذاك سببه عودانه هو هام حركات اندفاعية، بينما القيام المطلوب في الصلاة ما في حركات اندفاعية يلا يرتفع بله، وتوازنه لا يحصل إلا بتناظير كرعيه، ما يعود واحد منهم متقدم إلى الآخر. القيام منين خلاص؟ بالنسبة للنظر في الصلاة كاملة العينين ما فيهم تكليف، ما مطالب الإنسان بالتخراص، بذاك السبب عنه يا الله توفشية شطنه وما يخرسه، ولا وقعت له عينه مرة واحدة يشكاف، إلا وقعت عينه على الألوان والله علي رواية خرصها يشكاف عنها، يغير ما يغمض عينيه، ما هو مطالب بغمض عينيه، ولا هو مطالب اللي بيتم يخرص بالسجود ولا بلد معين، لكن ما هو مطالب به. والمطالب لا عنه ما يخرص إلى يشغله عن الصلاة إلا في الصلاة إلى شغله. وإلا قلنا إلى رأيته في كتاب من كتب الفقه عنه يعود تخراصه بالسجود، المقصود عنه ما يعود هو مرقب راسه بالحال اللي يعود يخرص شور السبب به، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه خطير به، اللي نهى عنه قال عن خارجين وحدين لما تركوه لا يسلموا لنا أبصارهم ولا يرجعوا له، ولا يخرص اللي على تحت بالحال يعود مدنكس. المقصود الاعتدال في النظرة، هذا هو المقصود. إذن هذا القيام. الركن الثاني اللي قال الركوع، والركوع في الأصل ألا معناها الانحناء، ولذلك الشاعر يقول أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم عصا تثنى عليها الأصابع، خبروا أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. شوابين كلهم من يثنى ظهره يبسل لطريقة معينة إن قالوا راكع، هذا هو معنى الركوع في الأصل لا الانحناء. غير المقصود به في الشرع انحناء مخصوص، لكن الانحناء يعود الشخص أيديه فيه واصلات لركابيه ويعود ظهره متناظر، معناها عنه اللي من عند حراقه ولا تحت لا يتم واقف ما فيه الثانية. شي من الناس تشوفوه يثني ركابيه في الركوع، ذاك ما هو صالح.